ما بلاش تغلطوا الغلطة دي. بلاش وانتوا بتشطبوا تعملوا الأرضيات عندكوا تقليدية كده بلاطة واحدة قديمة قوي ومملة. الصح ان انتوا تعملوا للأرضية ديزاين يكون فيه فكر بقى، مش مجرد رص بلاطات مكررة وخلاص. لأ، عايزين أفكار مترقعة غير تقليدية، تحسوا كده ان انتوا البيت بتاعكوا حاجة كده فريدة مش زي أي بيت تاني. وكمان بلمسات بسيطة، يعني مش اللي هو حاجة صعبة أو كده، لأ. الشغل ده بقى جديد وترندي قوي. بفتح كده في الأرضيات وحقنها مادة سواء جولد أو سيلفر. بياخد الأرضية منك في حتة تانية خالص. انك كمان ممكن تدخل 2 ماتيريال سوا في الارضية هيديك ديزاين حلو قوي برضو. ان انت ممكن تضيف بعض مثلا النحاس كلمسات بسيطة كده ومدروسة على ماتيريال واحد، هتبقى برضو اضافة جميلة قوي. كمان ممكن تخلي الأرضيات إيبوكسي، ده ممكن تطلع منه أفكار هايلة جدا. كمان ممكن تستخدم البلاط الأسمنتي بأشكال بقى على مزاجك، أصلا ممكن تصنعها على ذوقك. بصوا أفكار كتير قوي قوي. والكلام في الفيديو مش هيوفي الأفكار دي حقها. انتوا ممكن تزوروا جروب سفيرة الديكور، هتلاقوا أفكار كتير جدا جدا، سواء بقى ارضيات او اي ديكور في الشقه عندكم، او حتى نصائح هتلاقوها مكتوبه هتحتاجوها وانتوا بتشطبوا. دلوقتي عرفوني يا ترى ايه اكتر ارضيه عجبتكم، ولو انتوا عايزين تسالوا على نوع معين هو بكام او هو بيتنفذ ازاي، ممكن تبعتولي او تكتبوا في كومنت وهرد عليكم.